انا عايزه صابون. جبت لايف بوي حلو قوي، وجبت 2 لوكس، و عايزه اجيب الصابون ده دوف حلو قوي. 1 2 3 4 5، الحمد لله هما طالعين 5 بالظبط. بيقضي على الالتهابات اللي في الجسم، اللي هي المشكله بتاعت مقاومه الانسولين والحاجات دي كلها. كل ده يعني كل ده خلاص ان شاء الله يعني، بس انا استمر عليه. هي مش عايزه تطلع معايا احسن من كده يا جماعه، والله شكلها جميل كيوته. بصوا ادي ورده وادي ورده. البديل بشرب كركديه سخن. جماعه ازاي طعمه كده؟ ازاي حاجه حمضيه كده؟ الحاجه الحمضيه دي بتفوق الواحد، بيحس ان هو كده ايه فايق. فبجيب كوبايه دي واحط فيها ميه شويه كركديه وادخلهم الميكروويف بالظبط، اللي هو نص 5 ثواني ولا حاجه، الاقيه سخن والاقيه بقى ايه بالتقل والجمال ده. صباح الخير يا جماعه، صباح الخير يا جماعه. شكرا جدا 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 للناس اللي اشتركت في القناه، متشكره جدا ليكم. تترد لكم ان شاء الله. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. متشكره جدا ليكم. انا في 5 مشتركين نوروا القناه عندي، اهلا بيكم، نورتوا قناتي. ان شاء الله احاول ان انا انزل محتوى احسن من كده وافضل من كده، واشتغل على نفسي احسن من كده وافضل من كده. بس الفكره ان انا في شويه لخبطه كده في حياتي، فبحاول اظبط الدنيا. لكن ان شاء الله في دماغي يعني حاجات جميله عايزه اعملها، عايزه اعمل تحديات وابتدي اطلع لكم صحابي وناكل مع بعض ونعمل حركات مع بعض ان شاء الله. بس كل حاجه واحده واحده. احنا دلوقتي الصبح اهو، ولازم ووردك من القرآن مع كوباية الشاي بقى، وصباحكم فل. دلوقتي انا جبت لوح، جبت اللون ده واللون ده، جبت واحدة بيضة. ايه المطلوب بقى؟ المفروض ان انا اللوحة البيضة هعملها فرع شجرة كبير، يعني هعمل شجرة كبيرة وليها فروع، واللونين دول هعملهم زي ورد، وهخلي كل طفل يكتب اسم الطفل اللي بيحبه على الوردة، او انا اللي هكتبه له عشان هما يكونوا عيال بتوع حضانة مش عارفين حتى يكتبوا اساميهم لسه. ويلزق الوردة دي في الشجرة ويقول انا بحبه فلان عشان مثلا هو عمل لي كذا، ساعدني في كذا او كده، ويلزقه في الشجرة وتبقى الشجرة كلها ورد. فخليكم معايا. ادمان عندي الالواح والاشغال الفنية، ادمان بجد، انا بحب الحاجات دي قوي. بصوا الجمال، جميل قوي. اعمل بقى الورد. عادة اول حاجة بنعملها اللوح دي لازم بنطبقهم، وبعد كده بنقصهم بيبقوا على هيئة مربعات. بعد كده المربع يتقسم نصين عشان اقدر اعمل بيه الورد. طيب قصقصت اهو اللوحة، وادي ده. بعد كده هبتدي بقى ايه اقص ده كمان اهو، وبعد كده دي هتنيها كده ليه اعمل نص وردة، وبعد كده اجي اقفلها تبقى وردة كاملة. فهمتوا حاجة؟ هبقى اوريكم تاني. ايه رايكم في الوردة؟ هي حلوة ولا غريبة؟ هو انا عاملاها على اساس انها ورده حلوه يعني، بس والله شكلها لذيذ يعني كده. هحاول اعمل شكل تاني. هي مش عايزه تطلع معايا احسن من كده يا جماعه، والله شكلها جميل كيوته. بصوا ادي ورده وادي ورده، يقعد العيال بقى يلزقوها على الشجره، شكلهم جميل. يلا انا معايا ورق بقى ما يعلم بيه الا ربنا، ولسه هعمل التركواز، وربنا بقى ايه يبارك. حلوين اهو، دول 15 ورده تمام اهو 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 اهو. والله شكلهم حلو قوي. اتحطوا على الشجره بقى، نلزق نكتب اسم البنت هنا او الولد هنا، وبعد كده نلزقه بقى على الشجره، بقى شكله ايه جميل جدا. انا بقول اوقف بامبي كفايه او فوشيا، وابتدي بقى في اللون الازرق. دي اللوحه الزرقاء قسمتها نصين، مش عارفه باين ولا لا يا جماعه. بصوا بصوا لو حطينا الورد ده على اللوحه دي، بصوا جميل ازاي، بصوا الالوان، الله بجد حلوه قوي. طيب بص بقى اللوحه دي كمان بالمره، ونعملها برضو وردات. يلا بينا.
يا جماعه في مشروب سمعت عليه اللي هو ايه بقى، انا بجيب نص كوبايه ميه او ربع وبحط عليه 5 وحدات قرنفل وبنقعهم في ميه سخنه من بالليل لحد الصبح. تعالوا نعد كده، 1 2 3 4 5. الحمد لله هما طالعين 5 بالظبط. هنقعهم لحد بكره الصبح واشربهم بكره الصبح على الريق. ده بقى بيقولوا خطير عشان يا جماعه اللي هي الحساسيه اولا المناعه بتبقى تمام. تاني حاجه بيقوي المناعه، بيقضي على الالتهابات اللي في الجسم، اللي هي المشكله بتاعت مقاومه الانسولين والحاجات دي كلها. كل ده يعني كل ده خلاص ان شاء الله يعني، بس انا استمر عليه. ودي اول تجربه ليا النهارده، هجربه ان شاء الله. وربنا يستر ما يبقاش طعمه غريب بكره، بس يعني كده كده لازم اشربه ان شاء الله. صباح الخير. لولو نزلت تاكل فشار. قلت اخدها كده قبل الحضانه نشتري شويه حاجات. بصوا انا عايزه صابون، جبت لايف بوي حلو قوي، وجبت 2 لوكس، و عايزه اجيب الصابون ده دوف حلو قوي، بس ريحته شكلها كده. تعالي يا لولو. يا خبر ابيض على الريحه، جميل قوي، ريحتها حلوه قوي. هبقى اجيب منها ان شاء الله، بس مش دلوقتي لان انا مستعجله. يلا تعالي، يلا بينا لولو. قوم حط اللايك. حتى يعني تعالي يا لولو هنا حضانه. يلا بينا، تعالي يلا. يلا يا لولو انزلي يا لولو، يلا انزلي يا لولو، يلا يا لولو، يلا يا لولو، يلا يا لولو. هاي عند السكة، عند السكة على لولو، على حضانة لولو. يلا لولو، يلا لولو، يلا لولو. اهو يلا لولو. يلا لولو، يلا وصلنا يا لولو، وصلنا يا لولو. بصوا لولو. شاطرة يا لولو، وصلنا يا لولو، اطلعي يا لولو. يلا يا جماعة، بصوا يا جماعة، ماما عايزانا ابيض دي الحيطة دي كده، الطرقة دي كده لحد هنا. طبعا مش هينفع اعمل حاجة في الجزء ده لان ده ورق حائط، فهسيب ده زي ما هو، لكن هعمل الحيطة دي زي ما انتوا شايفينها كده اهو، والحيطة دي كده اهو كده. كان هنا بصوا يا جماعة، هنا كان في مكتبة، في الحتة دي كان في مكتبة، ف كان الناس بتبيض من حواليها، كل ما حد يجي يبيض من حواليها، فطلع بقى المنظر العامل ده كده. فخليكم معايا بيضها وبعد كده قولوا لي ايه رايكم. جماعه معلش مش هطلع نفسي وانا ببيض عشان يعني المنظر بيبقى مش احسن حاجه، انما هبيضها وبعد كده هاجي اوليها لكم. طب يلا غمضوا عينيكم وعدوا لحد 3 هتلاقوا الدنيا اتبيضت. يلا 1 2 3. يا جماعه انا اليومين دول بحاول اقلل شاي، فايه بقى البديل؟ بشرب كركديه سخن. جماعه ازاي طعمه كده؟ طعمه تحفه وتقيل وبيصحصح قوي، لان الكركديه فيه زي حمضيات، يعني عامل زي الليمون فيه حاجه حمضيه كده. الحاجه الحمضيه دي بتفوق الواحد، بيحس ان هو كده ايه فايق. فبجيب كوبايه دي واحط فيها ميه شويه كركديه وادخلهم الميكروويف بالظبط، اللي هو نص 5 ثواني ولا حاجه، الاقيه سخن والاقيه بقى ايه بالتقل والجمال ده. فانا معاكم اهو، هوريكم بقى الحيطه بعد ما خلصتها. ترى طبعا يا جماعه الاهم من الشغل ظبط الشغل. انا لسه ده يا دوب الوش الاول، ده كده الوش الاول، اوريكم كده اهو.
ده كده الوش الاول، كده 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 كده. انا دوست على ايه؟ طيب لسه عايز بقى، هياخد وش تاني، وبعدين بالفرشه همشي بقى على الاطراف دي كلها كده، الاطراف اللي من تحت دي كلها بالفرشه كده 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 زي ما انتوا شايفين يا جماعه. تمام، بس كده ده الوش الاول. ايه رايكم فيا؟ والله انا سوبر سوبر وومن. برافو عليا، شاطره يا مريم، ممتازه، شطوره. لولو، لولو رايحه فين؟ لولو رايحه البيت. لولو رايحه فين؟ لولو، لولو. انا ولولو خلصنا وراجعين البيت، راجعين البيت اهو. يلا يا لولو، بص تقعد تعمل ايه في الشارع، ترجع بظهرها وتروح ترجع تاني طالعه لقدام. لولو رايحه فين؟ لولو رايحه البيت. بصوا فرحانه ازاي، ياه لو اللي ينزلها كل يوم كده في الشارع تقعد تجري وتقوقو. صح يا لولو؟ تحبي الشارع زي عينيها، صح يا لولو؟ صح يا لولو، صح يا لولو. يلا يلا يا لولو، تان 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 تان، على مهلك على مهلك. يلا عدي يا جماعه. الشارع اللي احنا داخلين عليه ده اخر الشارع يمين بجد. مبدئيا في كلاب، مبدئيا كده بسم الله في كلاب، نقول اعوذ بالله ان شاء الله ايه نمشي كده وربنا يجيرنا منهم. والمشكله بقى مش في الكلاب بقى بصراحه، مش شايله هم الكلاب، انا شايله هم الريحه. الشارع بتبقى ريحته فظيعه، يا رب رحمتك. شايفين الكلاب؟ شايفين الكلاب مترصصين. بصوا بقى لولو بتعمل ايه، تقعد ترجع بقى كل شويه. بصوا الكلاب، كلاب everywhere. الكلب ده اشقر وجميل. تعالي يا لولو، يلا. بصوا المحلات الجديدة تفتح هنا. قلوعي ده كلب معاه عياله، كلب معاه عياله. هنحاول نعدي الناحية التانية عشان الريحة الوحشة اللي بسمعها كل مرة دي ما لاقيهاش. كلبة معاها عيالها يا لولو، كتاكيت. يلا البوم القلب الالبوم، البوم القلب الالبوم. اسمها او مين؟ يلا قوليلي. او مين؟ شاطرة يا ماليا. عايزاني اقوم؟ حاضر حاضر. يلا قوليلي ايه؟ قومي. قومي. لا بصوت واطي. قومي. قومي يا ماما. قومي يا ماما. قومي يا ماما لو سمحتي. قومي يا ماما. البوم والقلب الالبوم، البوم والقلب الالبوم. يا جماعه شويه كده من على مولي والحركات بتاعت مولي. مولي 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 مولي. جماعه لولو مش منكوشه، لولو كانت لسه واخده شاور وشعرها كيرلي، على ما ينشف بعد كده نبتدي نسرحه. تعالوا نخوف مولي. بصوا استنى كده، بص كده، بص هتيجي دلوقتي. دلوقتي من البلكونه عماله تضحك بس انا مستخبيه منها. سامعينها؟ هتعملي كده تاني؟ هتعملي كده تاني؟ اكسرك.